برنامج العالم وتسمى اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن احمد سليمان. احمد سليمان قلت لكم ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي. الاهلي عمال مرض نفسه وعمال طب نفسي وعمال مرض نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر، هو منبع للتعصب فتنه في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. الاهلي عمال مرض نفسه وعمال طب نفسي وعمال عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب ياسير الجدل كان بتوع فتنه وبيحب الترند والله. طبعا احمد سليمان طبعا هو بيتكلم بشع، النادي كان غير محترم، النادي كان بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا بيتكلم كله كذب وافتراء، ان بيعمل حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيعمل حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسه ومرض نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا احمد سليمان طبعا هو ب 100 وش متراوم، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في التسويق منافق ومدرس وكذاب وانه بيكره وبيغل وبيحكي. والشر ما بتجاه النادي عمل مشكله، عمل عقده من السنين لانه بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يعني فيديوكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد وحاجه في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه، حاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوفها كده. لا مش ضربة جزاء. والله عايز اقول لك احمد سليمان هيفضل مجننك ويفضل مربي لك خلف. احمد سليمان طلع العقليه زي ما قلت لكم واحده يا جماعه، والحقد والغل بلا حدود. يعني احمد سليمان طلع بيقول لا مش ضربه جزاء، مع ان هو عارف ان هي ضربه جزاء، بس طلع بيقول عشان الاهلي. فطلع يقول لك مش ضربه جزاء. لازم يا جماعه اي حد بالعقليه اللي هم فيها دي لازم ينافق، لازم يدلس، لازم يكذب. الطبيعي لان قلت لكم قبل كده الاهلي دايما عمل لهم مرض نفسي وحقد وغل، وعمل لهم عقده نفسيه ومرض نفسي وحقد تجاه النادي الاهلي. فهو زي احمد سليمان طلع طبعا طلع بيقول كلام كله كذب، كلام كله حقد وغل تجاه النادي الاهلي. فعايز اقول لك احمد سليمان الاهلي دايما هيفضل مربيك خفيف، ويفضل مجنبك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا احمد سليمان قلت لكم هو بيحب يسير الجدل كما تروح فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا احمد سليمان طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. احمد سليمان اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنى في حلقه بكره برنامج العالمي. السلام عليكم.